You founded this company 12 years ago, right? Yeah. Tell them how old you were. I was 19. So, don't worry about the future. We're in good hands. إليزابيث هولمز المحتالة الحسناء التي خدعت أشهر الشخصيات في أمريكا فجمعت 700 مليون دولار. هناك عدد لا يحصى من أصحاب المشاريع الذي يدعون أن لديهم فكرة ثورية ستغير العالم، ولكن قليل من يستطيع تحقيق ذلك الادعاء أو يستطيع جمع التمويل الكافي لإثبات مدى نجاح اختراعه. كان الأشخاص الأقوياء مفتونين بشخصيتها واستثمروا دون رؤية حسابات مالية مدققة، وكان من بين مؤيديها وزير الخزانة الأمريكي جورج شولتز، وأغنى عائلة أمريكية عائلة واتونز، ومنحها كل ذلك الدعم مصداقية كبيرة. إليزابيث هولمز ينطبق عليها كل ما سبق، فهي ادعت أنها وجدت الحل الثوري الذي سيغير عالم مجال الطب إلى الأبد، وأقنعت عدداً كبيراً من أصحاب المليارات لتمويل مشروعها، وأقنعت أهم الشخصيات السياسية في واشنطن للانضمام إلى مجلس إدارة شركتها. لكن مع فارق بسيط أنها خدعت الجميع، وهي تواجه الآن حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة الاحتيال، وخاطرت بأرواح آلاف الأشخاص. اليوم سنقدم لكم في قناة المعلومة إليزابيث هولمز المحتالة الحسناء. لكن قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة لا تنسى دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة. ولدت هولمز عام 1988 في واشنطن، وأمضت وقتاً في الصين خلال المدرسة الثانوية. بدأت نشاطاً تجارياً لبيع برامج الكمبيوتر للجامعات في آسيا. تركت دراستها الجامعية لتحقيق حلمها. بعد عودة هولمز إلى الولايات المتحدة، التحقت بجامعة ستانفورد للحصول على شهادة الهندسة الكهربائية والكيميائية، وخلال العطلة الصيفية حصلت على وظيفة في معهد الجينوم في سنغافورة للعمل على شريحة كمبيوتر مصممة لاكتشاف وجود فيروس السارس في الجسم. غادرت هولمز ستانفورد عام 2004 خلال سنتها الدراسية الثانية. ادعت إليزابيث هولمز أن شركتها ثيرانوس لديها اختراع ثوري يعمل على تحسين عملية جمع الدم واختباره عن طريق تصغير العملية. منذ البداية أخبر العديد من الخبراء في مجال الطب هولمز أن فكرتها لن تنجح، إلا أنها لم تستسلم واستمرت في ترويج فكرتها، وحصلت في النهاية على دعم أحد أساتذتها الذي قدمها إلى أصحاب رؤوس الأموال. إقناع المستثمرين دون إعطائهم تفاصيل. في عام 2002 التقت هولمز بشخص يدعى رامش بلواني يكبرها بحوالي 20 عاماً خلال برنامج في بكين لتعلم اللغة الصينية. بدأت هولمز في جمع الأموال من مستثمرين بارزين مثل الملياردير روبرت ميردوخ والكثير من أصحاب المليارات في وادي السيليكون، وانضم كبار الشخصيات مثل هنري كيسنجر والجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي السابق في مجلس الإدارة. وظهرت على غلاف مجلة فوربس، وظهرت متحدثة على منصة تيد، وجلست في الندوات جنباً إلى جنب مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت والملياردير الصيني جاك ما صاحب موقع علي بابا. وأصبحت الأضواء كلها مسلطة على إليزابيث هولمز، وكانت حينها قد جمعت أكثر من 700 مليون دولار من المستثمرين. وأخذت هولمز أموال المستثمرين بشرط ألا تضطر إلى الكشف عن كيفية عمل تقنية ثيرانوس. بالإضافة إلى ذلك سيكون لها القول الفصل في كل ما يتعلق بالشركة. السرية التامة المستوحاة من ستيف جوبز خلال العقد الأول الذي أمضته هولمز في بناء شركتها عملت في وضع التخفي، وأحاطت نفسها بسرية كبيرة بحجة الخوف من سرقة فكرتها من الشركات المنافسة. استلهمت هولمز طريقتها في السرية وإدارة شركتها بهذه الطريقة من بطلها في وادي السيليكون ستيف جوبز الرئيس التنفيذي السابق لشركة أبل. بدأت هولمز في ارتداء الملابس ذات اللياقة العالية مثل جوبز، وزينت مكتبها بأثاثه المفضل، ومثل جوبز لم تأخذ إجازات أبداً. بعد النجاح الإعلامي الهائل ادعت هولمز أن الاختراع جاهز للاستخدام، وتم إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من أنه يعمل بشكل جيد، وتمكنت من إبرام صفقة شراكة بمئات الملايين من الدولارات مع شركة مختبرات طبية، وأجرت أكثر من 1,000,000 فحص دم لمئات الآلاف من الأشخاص. وكانت نتائج تلك الاختبارات تبدو غير صحيحة بشكل كبير. أنكرت إليزابيث هولمز تلك التهم، وحاولت أن تدافع عن نفسها وتشرح الآلية بالتفصيل، ولكن كان يبدو أن هولمز نفسها لا تعرف سوى القليل. في عام 2018 كان نهاية قصة المليونيرة العصامية بفضيحة مدوية، وحكم على هولمز بدفع غرامة قدرها 500,000 دولار وإعادة 18 مليون سهم للشركة، وحظرت لمدة 10 سنوات من العمل كمدير لشركة عامة. وفي عام 2022 واجه كل من هولمز وبلواني تهما تصل عقوبتها إلى 20 عاماً في السجن، بالإضافة إلى غرامة قدرها 150,000 دولار ودفع التعويضات عن كل تهمة. وكانت هولمز وجدت مذنبة في 4 تهم تتعلق بالاحتيال على المستثمرين، لكن تمت تبرئتها من تهم تتعلق بالمرضى. وكانت هذه نهاية قصة المليونيرة المحتالة،
لا تشاهدنا وترحل، لكن أكرمنا بالصلاة على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.